بداية معرفة والدة الضحايا بالقاتل إنها كانت بتشتري منه طيور بحكم إنه بيبيع أدوات بيطرية، وفي مرة كانت رايحة تشتري منه كالعادة، بس المرة دي قال لها إن الحاجة اللي هي عايزاها مش موجودة، وخد رقمها وقال لها هجيبها لك، وأول ما تيجي هتصل عليكي تيجي تاخديها. ومن هنا بدأ يقرب منها ويحاول يكلمها، وهو في نيته إنه يقيم معاها علاقة غير شرعية. فالقتيلة لما غضبت آخر مرة عند أهلها بسبب خلافاتها الزوجية المتكررة، أهلها حالتهم المادية كانت على قدهم شوية، فقالوا لها لو عايزة تطلقي سيبي له عياله وتعالي لوحدك. وهي كانت بتحب عيالها جدا ومرتبطة بيهم جدا وما تقدرش تسيبهم. في آخر مرة كانت محتارة ما بين إنها تتطلق وترجع بيت أهلها وتسيب عيالها، وبين الحل التاني اللي قالوا ليها القاتل. القاتل لما عرف خلافاتها مع جوزها راح قال لها أنا هشوف لك شقة إيجار عندي في العمارة، وأنا هدفع لك تمن الإيجار وهصرف على أولادك لحد ما تطلقي من جوزك وأتجوزك. فهي وافقت بالفعل.